السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم وصفة للفراخ هتنسيكي بقى الدليفري وهتنسيكي المطاعم. وصفة بجد جميلة جدا جدا، اللي هيدوقها هيدعيلك عليها وهيسألك انت عاملاها ازاي. بجد روعة، التتبيلة بتاعتها خطيرة. انا اول مرة اجربها واول مرة اعملها بالطريقة دي ومش هبطل اعملها لانها بصراحة وصفة طعم جميل جدا. بصوا شايفين الرز البسمتي، انا مسويه الفراخ مع الرز البسمتي في الفرن، والرز البسمتي بقى شارب من التتبيلة اللي انا حطاها للفراخ. بصراحة طعم روعة، ريحة تفتح النفس، ووصفة بقى سهلة كده وسريعة، مش هتوقفك كتير في المطبخ، وكمان اوفر كتير جدا من ان انت تطلبي دليفري او تروحي تاكليها في مطعم. بجد الوصفة هتعجبك وجربيها وهتدعيلي، وكل اللي هيدوقها هيسألك انت عملتيها ازاي. معايا هنا بقى وفرخة كاملة أنا مقطعاها أي حجم أنت عايزاه. طبعا أي فراخ، أي قطع فراخ أنت عايزاها غسلتها كويس جدا. أنا بغسلها بدعكها بدقيق وليمون واسيبها شوية منقوعة وبعد كده اشطفها واصفيها. وبعد ما صفيتيها كويس جدا جدا بفتحها كده علشان التتبيلة بقى اللي هعملها لها تخش كده جوه اللحم من جوه، ما يبقاش اللحم من جوه ابيض، لا، تيجي تاكلي كده حته الفرخه تفتحيها من جوه تلاقي التتبيله واصله للفرخه من جوه بجمال كده، بطعم. مش عايزه اقول لكم، انا بصراحه فرحانه، يعني انا فرحانه بالوصفه دي. هنا بقى نبتدي نعمل الخلطه بتاعتنا او التتبيله بتاعتنا اللي هنتبل بيها الفراخ. معايا هنا فلفل الوان احمر واصفر واخضر، وممكن طبعا تحطي فلفل حامي لو ما بتحبيش الفلفل الحامي او عندك اطفال طبعا مش هتحطي. هنا معايا بقى بصلايه مقطعاها 4 حتت كده، ومعايا طماطميتين. وطبعا التتبيله دي انا هنا عامله فرخه، لو انت هتعملي اكتر من فرخه او هتعملي عدد قطع اكتر من الفراخ هتزودي من الخضار. هنا رصيتهم بقى في صينيه، وهرش عليها كده حوالي معلقة أو معلقة، كفاية معلقة طعام كده زيت، وهدخلها الفرن علشان الخضار ده يتشوي. أنا عايزة يبقى خضار مشوي، مش عايزة أقول لكم بقى ريحته لوحدها كده تفتح النفس. بأمانة الخضار ده يتاكل لوحده. بعد ما شويت الخضار بتاعي هبتدي بقى أحطه في الخلاط أو الكبة علشان اضربه مع البهارات اللي هحطها، وهيبقى احلى تتبيله معايا. هنا حطيت بقى، نزلت الفلفل والبصل والثوم والطماطم، ونزلت شويه الزيت، معلقه الزيت دي عشان خدت من ريحه وطعم الشوي الخضار. هنا هحط ملح وفلفل اسمر وبابريكا علشان تدي لون حلو، مزوده كده البابريكا، وشويه من بهارات الفراخ، وهنا معلقه من صلصه الطماطم المعلبه، وهعصر ليمونتين. لو بتحبي طعم الليمون اقوى زودي، حطي 3 4 زي ما انت عايزة. هنا عصير ليمونتين كبار، وهبتدي اضربهم كويس جدا، وهضربهم كده ضرب ناعم. هنعمل الخلطة بتاعتي دي او التتبيلة بتاعتي دي كويس جدا. وهنا بقى هنزلها على الفراخ، واهم حاجة الفراخ ما يبقاش فيها نقطة مية، تكوني مصفيها كويس جدا ومفتحاها على قد ما تقدري، علشان زي ما قلتلك بقى احنا عايزين اللحم من جوه، خاصة لو الصدر بتاع الفرخة يبقى داخل التتبيلة من جوه، ما تبقاش التتبيلة بس من بره ومن جوه يبقى اللحم ابيض ومش شارب خالص من الطعم. هنا بقى بص انا استخدمت ايدي، محدش يقرف، عايزين تلبسوا اي حاجه في ايديكم بقى وتعملوا بيها، بس انا حابه ان انا بايدي كده علشان ابقى متحكمه وادخل التتبيله جوه الفتحات بتاعه الفراخ. طبعا التتبيله دي ممكن تقعديها طول الليل، ممكن ساعتين 3، كل ما تقعديها يعني التتبيله دي في الفراخ كل ما هيبقى افضل يعني. ممكن طبعا تشيليها في الفريزر وتطلعيها في اي وقت تستخدميها. هنا انا جايبه الصينيه بتاعتي وجبت صاجه على قد شبكه على قد الايه، على قد الصينيه بالظبط. بالظبط دي شبكه بتاعه الفرن الكهرباء. هنا ده معايا نص كيلو من رز البسمتي مغسول كويس جدا ونقعاه لمدة نص ساعة وصفيته. حطيته كده في الصينية، ونزلت عليه بقى البهارات بتاعت الكبسة، ملح وفلفل اسمر وبابريكا وكاري وكركم وعيدان من القرفة ولورا وليمون اللي هو المجفف، وحوالي معلقة كبيرة من الصلصة،
وهحط كمان مكعب مرقة واقلبه كويس جدا. طبعا لو في حبهان قرنفل يعني اي حاجة انت تحبي تضيفيها للرز البسمتي او تطعمي بيها الرز البسمتي ضيفيها عليه. هقلبهم كويس جدا مع بعض، وهكون مسخنة معايا مية سخنة. لو عندك مرقة فراخ ممكن تسقيه بمرقة فراخ. وفردته كده في الصينية. عايزة اقول لكم ما شاء الله اتضاعف معايا مرتين، يعني حجمه اتضاعف مرتين. طبعا ده حسب نوع الرز. هنا بقى بحط له ميه سخنه وتغطيه كده بحوالي عقله صابع. بس انا عايزه اقول لكم اني بعد ما دخلته الفرن شرب الميه بتاعته، كان محتاج ميه تاني وحطيت له ميه سخنه تاني. بس كده هحط بقى الشبكه بتاعه اللي هو الفرن الكهرباء دي، جت على مقاس الصينيه بالظبط. وهنا بقى هبتدي احط الفراخ بتاعتي بحيث ان التتبيله ما تقعش على في البوتاجاز بقى، ما تقعش يعني في الفرن بتاع البوتاجاز، لا التتبيله اللي هتنزل من الفراخ هتنزل على الرز. فعايزه اقول لكم بقى الرز بقى طالع طعمه، ولا بقى ما تقوليش بقى مطاعم بقى ولا اي حاجه، انت اعملي الحاجه في البيت بايدك وهتطلع احلى واوفر واطعم وكل حاجه. اعملي الحاجه في البيت وتعلمي كده وخليكي شاطره. هنا بقى مش هسيب كل اي تتبيله، مش هسيبها، كل التتبيله هضيفها كده على الفراخ بتاعتي علشان ايه ما اسيبش فيها حاجه خالص. اصلا التتبيله لوحدها تتاكل لوحدها يا جماعه والله. شويه خضار كده وفلفل الوان وبصل وطماطم والله تتغمس لوحدها وتتاكل. هنا بقى هتلفيها بورق ألمونيوم وتدخليها الفرن لحد ما الفراخ تستوي والرز يستوي، وبعد كده ترفعي الورق الألموني وتسيبها تحت الشواية تاخد معاكي لون تحمير حلو كده، وبعد كده تطلعيها. عايزة اقول لكم يا سلام على الريحة، يا سلام على الجمال، يا سلام على الطعامة بجد، يعني وصفة تستاهل التجربة. جربيها كده ان شاء الله مش هتندمي تغيير. لو حابة تشتري اكل من بره، لا اعمليه في البيت احلى، احلى بكتير ما تعمليه من بره. انت عشان تشتري بس قطعة فرخة واحدة بشوية رز بمبلغ دلوقتي، انما لو عملتي الحاجة دي في البيت لاولادك ولزوجك، وخاصة لو عندك يعني طفلين 3 او اكثر، فبجد هتوفري كتير جدا وهتاكليهم الاكل اللي احنا بنشتريه من بره بس بايدك بقى واحلى كمان. فالوصفة بصراحة عجبتني جدا، يا رب يعني تجربوها وتطلع حلوة معاكم، وانا واثقة انها تطلع احلى. شايفين الرز بقى ايه، مش عايزه اقول لكم بقى من الشوايه بتاعه الفرن وشارب بقى البهارات بتاعته والبهارات بتاعه الفراخ، روعه بجد. متنسونيش بقى بلايك حلو وتعليق، واتفرجوا على بقيه الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.